السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجن، ولكن هو مش سجن عادي، سجن الكرياتيفيتي. انا شكلي حبيت نوعية الفيديوهات اللي احنا بنتكلم فيها براحتنا كده، وممكن نعمل مثلا ايس كوفي ونقعد ندردش. فاكرين احمد مكي لما قال كرياتيفيتي فدادين؟ تقريبا هو خد كل فدادين الكرياتيفيتي اللي موجوده في المجتمع. فبقى الموضوع صعب. قبل كده كان سهل، قبل كده ان انت كان سهل انك تقعد تطلع شويه افكار وتفضل تشتغل عليهم لحد ما تطلع بنتيجه كويسه. ولكن دلوقتي بقى الموضوع صعب قوي. خلينا نقول الشخص الكرياتيف هو الشخص اللي عنده القدرة ان هو يقدر يطلع افكار بخصوص موضوع معين بطريقة فردية، هو حاجة يونيك، حاجة مفيش حد جابها زيه او حد عملها زيه، وفي نفس الوقت عنده القدرة ان هو يفضل يجيب افكار. يعني مثلا في وظيفة اسمها كونتنت كريتور. وظيفة الكونتنت كريتور هو انه بيجيب افكار عشان خاطر يبدأ يكتب عليها محتوى. طب خلينا نسأل سؤال تاني، هو الابداع بيجي منين اصلا؟ والله انا معرفش. طب بيروح ليه؟ والله العظيم برضه معرفش. لكن في الغالب هو يعني تقدر تقول بيكون عامل نفسي، اللي هو انت مبسوط دلوقتي والدنيا معاك حلوه والمدام مش منكده عليك لو انت متجوز، تمام، وكل حاجه تمام، فبتلاقي الافكار واحده واحده ماشيه معاك كويس، ما فيش حاجه معكنانه مزاجك، كل حاجه زي الفل، فبالتالي بتقدر تطلع بنتيجه كويسه. وعلى النقيض لو في حاجه منكده عليك او في حاجه مزهقاك او شغله تفكيرك، او انت متوتر مثلا بسبب انك عندك امتحان او في نتيجه انت مستنيها او كل حاجه من الكلام ده، فالضغط النفسي اللي بيتحط عليك بيخليك شخص غير قابل للابداع، شخص غير قابل للتفكير. انت مش بتقدر بس انك ما تفكرش في شغلك، لا، انت بتعمل حاجات كتير وبتعمل نواحي كتير في حياتك، وبالتالي ما بيكونش عندك اصلا الافكار البدائيه او الافكار البسيطه اللي انت محتاج تكمل بها يومك. فانت عمرك ما تقدر تطلع فكره واو او فكره بوم او تقدر تفكر بطريقه ابداعيه او كل الكلام ده. طيب احنا دلوقتي على افتراض ان احنا دخلنا في البلوك كرياتيفيتي، او ان احنا ما بقاش عندنا القدره على اننا نفكر بقى بطريقه ابداعيه، او ان احنا نظبط الدنيا في الشغل، او ان انا مثلا شغال بروجرامر فانا عايز فكره تطبيق معين فانا ما عنديش افكار دلوقتي، او انا مثلا شغال كونتنت كريتور فالمفروض ان انا ابدا اجهز الكونتنت كالندر بتاعت العميل وابدا اكتب محتوى فمفيش تفكير وكل حاجه واقفه، او انا فيديو اديتور فانا عايز اعمل مونتاج الفيديو بطريقه كرييتيف بقى وحاجات بتظهر وتختفي ومش عارف ايه، ولكن ما عنديش القدره ان انا اقدر اعمل اي حاجه من كده. فايه الحل، او ازاي نقدر نطلع من البلوك ده، او ازاي نقدر نطلع من السجن ده؟ والله يا صاحبي ركز معايا. اول حاجه انت لازم تصحى بدري. هتقول لي بقى ما بحبش مش عارف، هتصحى بدري. تاني حاجه تشرب قهوه حتى لو ما بتحبهاش هتشربها. تالت حاجه واهم حاجه هي المديتيشن، تقعد بقى كده تتامل في الطبيعه وجو هادي وكل الكلام ده. ولو انت مصدق اي حاجه من اللي انا بقول لك دي فانت عبيط، معلش يعني اعذرني، احنا اصحاب واخوات زي بعض. ولكن الموضوع يعتبر بعيد كل البعد عن الهجص اللي بيقعد يتقال ده. هو انت كده طبعا لازم تصحى بدري عشان تصلي الفجر، ولكن ممكن تنام تاني عادي. لو انت شخص مثلا زي بحب اسهر بالليل وانام بالنهار، ولكن ما رجحلكش بصراحه انك انت تعمل كده، فانت ممكن تطلع افكار ابداعيه برضو، ومش شرط اساسي انك انت لازم تصحى بقى بدري وتشتغل بالنهار وكل الكلام ده. بالنسبه لانك تشرب بقى قهوه او تشرب المشروب اللي انت بتحبه، مفيش الكلام ده خالص. يعني كل ده ماشي جوانب نفسيه وبتبقى مبسوط. زي مثلا انا عايز اعمل فيديو فهو اعمل ايس كوفي عشان خاطر ابدا اشرب، او اعمل شاي بلبن، او اعمل اي حاجه بحبها. دي كلها حاجات حلوه، ولكن مش الحاجه اللي هي بس بقى دي اللي هتظبط الدنيا وتروق على الكلام وكل الكلام ده. والمديتيشن طبعا ده هبل وعبط، ما مالكش دعوه بيه. هو مش هبل وعبط، هو في ناحيه تانية كويس عشان برضو ما نبقاش بنخبط في حد، ولكن على النقيض مش هو الحاجه اللي يخليك ترجع بقى افكارك وتستلم افكارك ويبقى عندك كرياتيفيتي وتشتغل وكل الكلام ده. انا هقول لك على الحاجه اللي بتمشي معايا وده في الغالب ممكن يمشي معاك بنسبه كبيره، بنسبه 80-90%، ولكن عشان انا وصلت لها فالموضوع خد وقت كبير. فمش لازم تظبط معاك، ومش شرط ان هي تظبط معاك، ممكن تظبط ممكن لا، عادي. الا وهي ان انا بجيب سواء بجيب الايباد بتاعي او بعيد عن الايباد، هات ورقه وقلم
واكتب كتير وشخبط واقعد اكتب اي فكره تخطر على بالك اكتبها وابدا قارن. يعني مثلا خلينا نقول دلوقتي ان احنا عايزين نصور مثلا محل مثلا حلويات، فايه اول فكره مثلا هتيجي في بالي؟ والله انا ممكن مثلا اجيب حته جاتوه احطها واجيب مثلا جنبها كوبايه قهوه او اي حاجه وسينابون مثلا وكوبايه قهوه واصورهم واكتب عليهم مثلا بريكفاست. دي اول فكره. تاني فكره، والله لا انا مش كل الناس هتفطر، فخلينا مثلا نجيب فكره تانية الا وهي ان احنا ممكن نجيب تورته ونحط حواليها شمع ونكتب مثلا هابي بيرث داي، فدي صوره. فانا دلوقتي حطيت فكرتين. طب ايه اني فكره احسن؟ هنبدا بقى نروح لزون ان مش كل حاجه لازم تكون في حاجه احسن منها. ممكن مش لازم عيد ميلادك يكون النهارده فانت مش هتروح تشتري تورته النهارده، وفي نفس الوقت برضو مش كل الناس بتحب تفطر قهوه مثلا مع سينابون او قهوه مثلا مع جاتو او اي حاجه تانية، فممكن ما تكونش مناسبه. فخلاص نبدا بقى نستنبط نشوف ايه الاخطاء اللي في الفكره دي والاخطاء في الفكره دي وابدا اكتب. كل ده على فكره مش محضر له، يعني انا عمال بفكر معاك برضو. فانت تبدا تكتب الافكار دي، بس طبعا مالكش دعوه بالاكل عشان ما تجوعش وتسيب الكشكول وتروح تشوف حاجات كلها. حاول انك تكتب فكرتين وتبدا تقارن ما بينهم وتشوف ايه نقطه الضعف اللي هنا ونقطه القوه اللي هنا وتبدا تكمل عليهم بحيث تطلع بفكره حلوه في الاخر. حتى لو الموضوع ملوش علاقه بيك، حتى لو الموضوع ملوش علاقه بشغلك، لما بتعمل كده بتبدا يعني مخك بيبدا ياخد اوامر اللي هو انا عايزك تفكر في الحاجات البسيطه ديت عشان خاطر يعني ابدا فك. فلما مخك يفك وتبدا تعرف تفكر تاني والكرياتيفيتي بقى بتاعتك والابداع بتاعك يبدا يرجع لك وكل الكلام ده، هتلاقي كل حاجه مشيت بطريقه بصراحه سموزنس رهيب. فانت تفاح فحاول ايه العوض استغفر الله العظيم. فحاول دايما انك انت اول ما يجيلك كرياتيفيتي بلوك فانت حاول ما تفضلش في الزون دي كتير. وعلى فكره انا بقول كرياتيفيتي بلوك عشان خاطر مش عارف يعني معناه ايه بالعربي، عشان ما حدش بقى يقول لي تقول لي انت بتدخل كلام انجليزي في عربي. مالكش دعوه، سيبني في حالي بالله عليك، الله يسيئك. انا مظبط دنيتي بالعافيه. حافظين كلمتين انجليزي بنقولهم في نص الكلام. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فحاول تمشي بالطريقه ديت، هات ورقه وقلم اكتب. لو عرفت تطلع منها والطريقه مشيت معاك مبروك عليك، ما تنساش تدعي لاخوك. لو ما مشيتش معاك حاول تلاقي طريقتك زي ما انا عملت. انا جربت حاجات كتير قوي، جربت ان انا اطلع اتمشى، جربت ان انا انزل في سويمنج بول، ان انا بحب السباحه عموما فجربت ان انا انزل، ما نفعتش معايا. جربت ان انا اخد العربيه مثلا واطلع على طريق طويل مثلا واسع سفر مثلا وامشي براحتي واركز في الطريق. انا بحب السواقه عموما، نفعت شويه. كون ان انا كنت لوحدي على الطريق وبدات افكر، بس اللي كان ناقصني بقى ان انا ما كنتش عايز وقتها اركز في السواقه على قد ما انا كنت عايز اجيب ورقه وقلم واكتب كل الافكار اللي بتخطر في بالي. فبعد كده استنتجت ان لا، اقعد وهات ورقه وقلم واكتب وحاول تطلع من البلوك زون اللي انت اتحطيت فيها. طب هل طبيعي ان انا اتحط في البلوك بقى دي كل شويه وان انا افضل بقى ما اقدرش افكر؟ وهل بقى الموضوع ده هيأثر على كل شيء ومش هقدر اشتغل تاني وكده؟ عادي والله. يعني هي احيانا ممكن تاخد مثلا فتره كبيره تبدا يكون عندك عوامل نفسيه كتير مش متظبطه، فتبدا تتعب، فتبدا يجي لك كرياتيفيتي بلوك، فتبدا ما تقدرش تفكر في شغلك. زي بالظبط كده بيجي لك بعض الاوقات بتحس ان انت مكتفي من الدنيا كلها وعايز تبعد عن كل حاجه وكل الكلام ده. طبعا اتمنى ان ما يكونش في اسباب بتخليك تعمل كده، ولكن احيانا ممكن ما يكونش عندك اسباب، ولكن بتحتاج انك تبعد عن كل حاجه فتره وتاخد هدنه كده شويه. ده كويس، ده مش هقول لك بقى ان لا لازم تكون انسان خارق دايما ولازم يكون عندك التفكير الكامل دايما. احنا بشر، وفي الغالب احنا كبشر بيبقى في لحظات عندنا كويسه وفي لحظات وحشه. الحل هنا بقى انك تبدا تعمل موازنه، تبدا تظبط النقطه ديت والنقطه دي بحيث ما يحصلش ركود كامل في حياتك، او ما يحصلش انك خلاص بقى انت زهقت واتقفلت ومش عارف افكر ومش قادر اذاكر ومش عارف ومفيش افكار بتجيلي فمش عارف اشتغل، مش عايز اطور من نفسي. فتبدا تحط في زون انك انت مش عايز تكمل وانك خلاص وانك اتقفلت وكل الكلام ده. واحده واحده هتيجي تلاقي نفسك هتعك الدنيا. ما تعكش الدنيا، اهدى خالص. كلنا بيجي لنا الفترات ديت. استعين بربنا في الاول وفي الاخر طبعا. وزي ما قلت لك حاول تلاقي الطريقه المثلى ان انت تقدر تطلع بيها من البلوك كرياتيفيتي زون بتاعتك عشان خاطر تبدا ترجع تنتج تاني والامور تمشي بطريقه حلوه وسلسه بسيطه. وبس كده، دي كانت كل حاجه الفيديو النهارده. حبيت ان انا اتكلم معاكم باريحيه شويه. انا حاسس ان
الموضوع ده افكتيف اكتر، ان احنا ممكن نطلع في اي وقت كده ونتكلم وندردش مع بعض. مش عارف الفيديو اللي فات، مش عارف لو انت شفته ولا لا، حاولت ابص عليه برضو، كان فيديو لطيف يعني، حبيت برضو اتناقش معاكم في كذا حاجه، ما قلتش حلول ولكن خير ان شاء الله. ف ده كل شيء. وزي ما قلت الفيديو اللي فات، لو ما عجبكش الفيديو ما تحطش لايك، او ما تحطش لايك عموما، الواحد في اللي مكفيه والله العظيم يا شباب. انا اصلا في الكرياتيف زون دلوقتي، فابعدوا عني. دي كانت كل حاجه الفيديو النهارده. اتمنى ان انتوا دايما تكونوا بخير، صحه، عافيه، واسال الله العظيم ان يوفقكم جميعا الى ما يحبه ويرضاه، لان مش دايما الانسان بيحبه بيكون خير ليه، لكن الاكيد ربنا حبيبه لا يكون خير ليه. وبس دي كده كانت كل حاجه الفيديو النهارده. دمتم في امان الله ورعايته. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه، ربنا يا رب ينصرهم ويعينهم ويقويهم على اللي هم فيه. والى لقاء اخر في الفيديو القادم او البودكاست الجاي. انا بفكر اطلع بودكاست مع نفسي، عايز اقعد اتكلم مع نفسي. ايه رايكم نقعد نتكلم مع نفسنا كده، نقول المشاكل ونفضل نقول حلول ليها ونفضل ندور مع بعض. الفتره ديت انا بذاكر في كذا حاجه، فبفكر برضو ان انا اطلع اشارككم مشوار المذاكره. ممكن نذاكر مع بعض، او ممكن مثلا نحط رود ماب لحاجه معينه ونذاكرها مع بعض، بحيث حتى التزم وابطل لا ما ينفعش اقول الكلمه دي، وابطل اتكاسل عن المذاكره والتزم بالمذاكره، بما ان يكون في حد بيذاكر معايا. فممكن نفكر في الفكره دي، بس عشان ما اطولش الفيديو اكتر من كده، يلا سلام. تيست 1 2 3 1 2 3 اسمع.